بما ان حضرتك يعني ما شاء الله عملت عمليات حقن مجهري لناس كتير من دول مختلفة، فحابين نعرف هل في جنسيات معينة بتجمع بينها حاجات مشتركة بيتميزوا بيها مش موجودة في جنسيات تانية؟ هو الحقيقة يعني الموضوع دوت عشان نجاوبه احنا محتاجين سكيل عالي قوي من العيانين وأعداد ضخمة من جنسيات مختلفة علشان نقدر نقول إن في قاعدة تنطبق على السعوديين مثلا، تنطبقش على المصريين، أو تنطبق على التوانسة وتنطبقش على المغاربة. الموضوع محتاج يعني الطب أصلا قائم دلوقتي على الستاتستكس أو الإحصاء. لكن انا يعني من خلال خبرتي البسيطه وتعاملي مع جنسيات كتير من الوطن العربي تحديدا، يعني اقدر اقول لك انه فعلا يعني على السكيل الصغير بتاعنا، يعني في بعض الجنسيات انا بحس في التعاملات ان بيشتركوا في حاجات مش موجوده في جنسيات تانية. على سبيل المثال احد الجنسيات العربيه بحس ان هم دايما عندهم مخزون مبيض ضعيف. جنسيه تانية بحس ان هم دايما عندهم هرمون معين عالي. كل ما نيجي نعمله لحد من الجنسيه دي تيجي لنا العياده نلاقي الهرمون ده عالي وندي حاجات عشان تنزل الهرمون، وقد يكون ده سبب في تاخر الحمل لسنوات كتيره جدا. جنسيات تانية بنحس انه مع السن مخزون المبيض بتاعهم كويس. يعني تلاقي واحده مثلا عندها 44 و45 و46 وتلاقي لسه خصوبتها كويسه وقادره على انتاج بويضات كويسه. جنسيات تانية نلاقي ان مخزون البيض بتاعهم بيتاثر بسرعه، يعني تلاقي السيده 37 38 39 وتلاقي مخزون البيض متاثر جدا. جنسيات تانية تحس ان دايما تحليل السائل المنوي بتاع الزوج فيه مشكله، وتلاقي دايما الكابلز اللي جايين لنا بمشكله اساسيه في تاخر الحمل تخص الزوج مش الزوجه. نبدا ندخلهم مع دكاتره الذكوره علشان خاطر يعملوا سحب من الخصيه، ومره واثنين وثلاثه، ومره نلاقي ومره ما نلاقيش، وهكذا. فهو سؤال جميل وفي محله، بس انا ما اقدرش من خلال خبره محمد جميل البسيطه في المجال ما اقدرش اطلع بقواعد عامه اقدر افتي بيها يعني. لكن ده موجود وموجود في الطب عموما، حتى ان في الامراض عموما كلها، ان مثلا يقول لك انه الناس بتوع جنوب شرق اسيا بيتميزوا بصفات معينه وامراض معينه بتكثر فيهم. ناس بتوع افريقيا بيتميزوا برضو ببعض الحاجات اللي بتكثر فيهم. فالامور دي بتبقى معظمها جينيه يعني. بالنسبة للمصريين بينطبق عليهم نفس القاعدة دي؟ والله الشعب المصري ده بالذات تحس ان هو ملوش كتالوج. يعني المصريين دول من كل صنف ومن كل نوع. دايما الشعب المصري بالذات عنده تشعب وتنوع هائل. يعني المصريين تلاقي فيهم كل حاجة وعكسها. يعني المصريين ممكن تلاقي ستات كبار في السن 47 و48 و49 عندهم مخزون مبيض كويس قوي، وتلاقي بنات صغيرين 20 سنة عندهم مخزون مبيض ضعيف جدا. ممكن تلاقي ناس قدرتها على إفراز بويضات ناضجة صالحة للحقن المجهري كويسة قوي في سن كبير قوي، وممكن تلاقي في سن صغير قوي مفيش الكلام دوت. وممكن تلاقي ناس عندهم تكيس على المبيض. معروف الناس اللي عندهم تكيس على المبيض بيبقى عندهم عدد بيضات كبير شوية، تلاقي الجودة مش كويسة خالص. وناس تانية تلاقي الجودة فوق الممتازة. فالحقيقة يمكن أنا فكرتي دايما كده، وإن كان الكلام دوت مش دقيق علميا بنسبة 100%، لأن أنا ما عملتش statistics أقدر أقولك بيها، بس يعني من خلال المشاهدات عموما الشعب المصري تحسي يمكن عشان العدد. الشعب المصري هو اكتر الشعوب الدول العربيه عموما عدد. مع العدد الكبير دوت لازم تلاقي تنوع كبير جدا يعني.